السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما يتعاقد أي فريق مع أي لاعب أكيد بيكون في بنود وشروط بهذا العقد. بعضها بيكون منطقي وبعضها ما بيكون منطقي أصلا للكثيرين. فمثلا ممكن يكون ممنوع تنتقل لفريق معين أو ممنوع أصلا تلعب لهذا الفريق. ولكن أنا اليوم جايب لكم مجموعة غريبة جدا 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 من بنود في عقود اللاعبين. وخلينا نبدأ. طبعا بعد ما تكون انت عملت لايك سبسكرايب وشير ونشرت هاي الحلقة. ومعكم أنا أحمد فهمي، ويلا نفوت بالتفاصيل. أول واحد معنا في القائمة لليوم هو اللاعب البرازيلي فيرمينيو، لاعب ليفربول اللي بتوصل قيمة كسر عقده ل 82 مليون باوند. وطبعا إذا واحد دفع 82 مليون باوند، وطبعا هو في الآخر في آخر مواسمه مع ليفربول أكيد بيقدر ياخذ هذا اللاعب. إلا الأرسنال. ليش طيب الأرسنال؟ لأنه في بند موجود في عقد فيرمينيو مع ليفربول بخليه ممنوع ينتقل للأرسنال حتى لو دفع قيمة كسر العقد. ورب سائل يسأل طب ليش موجود هذا البند في عقد فيرمينيو؟ والسبب انه الارسنال كان بيحاول يكسر عقد لويس سواريز لما كان موجود مع ليفربول. وبما ان جبنا سيرة لويس سواريز اللاعب الاوروغواياني اللي كان يلعب مع ليفربول بعدين راح على برشلونة وعمل الشيء الغريب في كأس العالم، منروح للعقد الثاني والبند الغريب اللي في عقد لويس سواريز. وهذا البند بنص انه ممنوع تحط، تخيل عزيزي المشاهد، ممنوع على لويس سواريز يعض بعد العضة الشهيرة لكليني في كأس العالم. وهذا البند وضعته إدارة برشلونة حتى ما يتكرر هذا الفعل من لويس سواريز. وإذا تكرر هذا الفعل من لويس سواريز إدارة برشلونة هتطبق عليه عقوبات قاسية، يمكن تقلع له أسنانه عشان يبطل يعض. وفي لاعبين لما ينتقلوا من بلاد زي مثلا بلاد البرازيل يروحوا على أوروبا يشوفوا السهر ويشوفوا النسوان والهشتك بشتك والقصص والحكاية هاي، فبيصيروا يسهروا جدا 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 ويبالغوا بالسهر. بس انت جاي بالاخر تلعب كرة قدم وتقدم اسطورة الك في اوروبا، مش جاي بس تسهر استغفر الله العظيم. عشان هيك إدارة فلامينغو لما انتقل رونالدينو الأسطوري من الميلان إلى فلامينغو أصر النادي البرازيلي على وضع يومين إجازة في الأسبوع لرونالدينو عشان يطلع وينبسط. وطبعا تم الموافقة على هذا الشرط. ومنضل مع اللاعبين البرازيليين اللي عندهم شروط غريبة، ومنها نيمار لما انتقل لبرشلونة عام 2013. وهذا الشرط بنص إنه على إدارة برشلونة تحمل المصاريف والتكاليف والإقامات والسفرات والرحلات لكل أصدقاء نيمار كل شهرين. يعني تخيل عزيزي إنه كل شهرين إدارة برشلونة كانت مجبورة تروح تجيب أصدقائه بطيرانهم بأوتيلاتهم بسفرتهم بكل شيء تحت بند هذا العقد. ولكن إدارة برشلونة كانت عبقرية، عملت له هذا البند ووافقت عليه، ولكن في المقابل خلته ما يناقش المدرب في اختياراته الفنية. لا لا، عن جد يا جماعة إدارة برشلونة أو الإدارات المتعاقبة على برشلونة كل يوم عن يوم عم بتفاجئنا بمفاجآت عظيمة. أما بيرن ستانك المدرب الألماني لما تعاقد معه الاتحاد الكروي العراقي عشان يدرب المنتخب الأول، وضع بند في عقده إنه إذا اندلعت الحرب خلال هاي الفترة اللي كان وضع السياسي في العراق عام 2002 غير مستقر، فإذا صارت أي نوع من أنواع الحرب وشنت الحرب هو هيترك منصبه. وللأسف الشديد صارت الحرب عام 2002 واضطر هذا المدرب إنه يترك منصبه بسبب هذا البند. أما إدارة ريال مدريد فقررت تفكر خارج الصندوق وتعمل بند في عقد دي ماريا لما انتقل من ريال مدريد لمانشستر يونايتد. وزي ما بنعرف كانت صدمة جدا كبيرة لمشجعين ريال مدريد لما انتقل دي ماريا من ريال مدريد لمانشستر يونايتد. عشان هيك وضعت بند في هذا العقد إنه إذا دي ماريا حقق الكرة الذهبية البالون دور مع مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد مجبور يدفع 5 مليون لريال مدريد. طبعا ريال مدريد استفاد من هذا البند فقط 76 مليون اللي دفعهم مانشستر يونايتد، ولا في كرة ذهبية ولا 5 مليون ولا أي شيء. أما اللاعب البرازيلي تياغو سيلفا لما انتقل من الميلان لباريس سان جيرمان عام 2012 اشترط على إدارة باريس سان جيرمان عدة شروط، والشروط كالتالي، عد معي:
8 رحلات مجانية، أكيد مش إيكونومي طبعا، يعني فيرست كلاس ولا بريزيدنشال كلاس، يعني أعلى كلاس في الطيارات، من باريس للبرازيل كل سنة. يعني كل سنة إدارة باريس سان جيرمان مجبورة تعطيه 8 تذاكر مجانية في أعلى كلاس. رقم 2، 5 تذاكر مجانية VIP لكل مباراة بتلعب على البارك دي برانس. طبعا هاي التذاكر يمكن نعطيها لصحباته لأصحابه لمين ما بدك، اعمل بدك إياه، بس هاي في 5 تذاكر دائما VIP محجوزة للمعلم تياغو سيلفا في ملعب البارك دي برانس في كل مباراة. والثالثة 12,000 يورو كل شهر بدل سكن. فإذا أنت عزيزي المشاهد يعني ساكن في بيت 300 ولا 400 ولا 500 يورو السكن وفكروا غالي، فالمعلم هون طالب 12,000 يورو كل شهر. كل شهر مش في السنة، لا طبعا مش في السنة، كل شهر عشان السكن. وأكيد ما يكون ساكن في أحلى منطقة فيكي هي باريس. طبعا الجدير بالذكر انه راتب تياغو سيلفا هو 8 مليون صافي. صافي، نركز بكلمة صافي لانه بروح اقتطاعات ومديونية وبلا بلا 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 بلا. 8 مليون في السنة صافي. اما نادي الصقور، نادي بنفيكا البرتغالي، فبيشترط على كل لاعب بيوقع معه انه يتصور مع الصقور تبعته امام الصحفيين، واللي بنطوا يقول لك صقر وبخاف ومش عارف ايه، لا تصور معهم وظبط امورك وخلص، ما مش قصه يعني عادي. بس هم متشرطين وبحطوها كبند في عقد اي لاعب ينتقل إلهم. اما معلم الاسيست اندريا بيرلو لما انتقل لنيويورك سيتي عام 2015 اشترط انه كل اسيست هو بيعمله في المباراه بياخذ عليه علاوه. البعض بيشوف هذا البند غريب، بس انا بشوف انه حقه. اندريا بيرلو انت مش ماخذ اي لاعب هاوي ولا اي لاعب حي الله، لا انت ماخذ من افضل لاعبين العالم في التاريخ اللي بيعمل اسيست. وبما انه القصه زاطت، واحد بده بالاسيست واحد ممنوع ينتقل، فاجالك ديفيد بيكهام لما انتقل للوس انجلوس جالاكسي بكل بساطه حط في العقد انه انا بدي نسبه من بيع التذاكر. وطبعا زي ما احنا عارفين كان انتقاله ليس رياضيا ولكن كان تجاريا واقتصاديا للنادي، واسم النادي يكبر لانه ديفيد بيكهام انتقل إله. وطبعا هذا الشيء شفناه قبل لما انتقل لريال مدريد من مانشستر يونايتد، ما كان هو الإضافة اللي محتاجها ريال مدريد، ولكن الإضافة التجارية اللي كان عاملها ديفيد بيكهام لريال مدريد كان جدا جدا عظيمة. عشان هيك ديفيد بيكهام اللاعب اللي ما بيلبس أي لبسة مرتين، مش زينا احنا اللي نهار بنبدل بنفس البلوزة، لا هذا زي ما بيلبس البلوزة غير مرة واحدة في حياته حتى الأنديز. اشترط الحصول على نسبة من بيع التذاكر. أما تشامبرلين لما انتقل من ساوثهامبتون للأرسنال عام 2011 قرر يحط بند جدا ذكي في عقده، والبند بنص إذا لعب أكثر من 20 دقيقة في المباراة بيحصل على 14,000 يورو. ولكن على مين؟ على فينجر، لأنه فينجر كان هو ماسك الأرسنال اقتصاديا، ماسك الأرسنال مش بس كان هو المدرب عام 2011 ولكن كان ماسك الفريق اقتصاديا أيضا. فأرسنال الداهية كان يدخله بعد الدقيقة 70 ولا تكسب لي 14,000 يورو ولا شو على شو، أنا جايب روبرتو كارلوس ولا جايب مودريتش ولا كازيميرو؟ تشامبرلين، اعرف مين انت يا تشامبرلين. أما المعلم السلطان زلاتان إبراهيموفيتش اللاعب الجدل دائما جدا كبير عليه، لما انتقل لباريس سان جيرمان وضعت إدارة باريس سان جيرمان بند غريب في عقده إنه ممنوع ينتقد المدرب ولا النادي ولا الجماهير. طب رب سائل إن يسأل طب ليش يعني ممنوع ينتقدهم؟ أنا بحكي لك بكل بساطة لأنه زلاتان إبراهيموفيتش لسانه زفر، يعني ما عندوش لحية مشطة، أي واحد بسلخه، أي واحد بيحكي عليه ولا بتفرق عنده. وخصصت له 41,000 يورو شهريا إذا نجح بهاي الخطة. وطبعا أنا متأكد زلاتان إبراهيموفيتش يمكن نجح مرة ولا مرتين بعدين طلع تروح وقال لك علي وعلى أعدائي بديش هال 41,000 يورو. وآخر اللاعب الهولندي رافائيل لما انتقل من هامبورغ الألماني لريال بيتيس الإسباني عام 2015 اشترط عليه نادي ما يلبس أي حذاء أحمر خلال التدريبات أو خلال اللعب. وأكيد رب سائل يسأل طيب ليش يا أحمد ممنوع يلبس أحمر؟ لأنه يا صديقي فكر فيها بشكل منطقي، مين الغريم التقليدي لريال بيتيس؟ إشبيليا، وإشبيليا شو بيلبس؟ أحمر، فممنوع يلبس أي لبس أحمر أو حذاء أحمر خلال المباريات أو خلال التدريبات. وفي النهاية بما أن وصلك هاي الحلقة وانبسطت وغيرت جو، اعمل لايك، سبسكرايب
وشير وصل هاي الحلقة لأكبر عدد من اللايكات حتى نوصل لأكبر عدد من المتابعين. في النهاية كان معكم أنا أحمد فهمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.